النهاردة قررت وانا رايحة في طريقي لمناجم كيورا للملح اني اعدي على معابد كاتاس راج، ونرجع بقى كام ألف سنة لورا اللي بتحكي عن حضارات وديانات متعددة، من معابد الهندوز لآثار البوذية اجتمعت كلها في مكان واحد. وحتى هنلاقي آثار لحقب تاريخية مختلفة زي آثار للسيخ وبريطانيا. المكان ده يعتبر دليل حي على التنوع الثقافي والديني اللي عبر عنه المكان بأجمل الأشكال. أول شيء يلفت نظرك لما تدخل في قلب كاتاس راج هتلاقي البحيرة المقدسة، وهنا الأسطورة بتقول إن البحيرة اتكونت من دموع الإله شيفا لما فقد مراته ساتي، وبيقولوا إن أي حد بيستحمى في ميته بيتطهر من الخطايا. نيجي بقى لمعبد شيفا. المعبد ده يعتبر الأقدم والأهم في المجمع. شيفا هو إله التدمير والتجديد في نفس الوقت عند الهندوس، ووجوده في قلب المجمع بيوضح مكانته المركزية في الديانة. نيجي بقى لمعبد هانومان، والمفروض إن أنا عشان أدخل type of respect I have to إن أنا أرن الجرس ده وبعد كده أدخل بقى أتعبد. هانومان هو إله الحكمة والقوة في الديانة الهندوسية، والمعبد ده يعتبر نقطة جذب لمحبي الأساطير الهندوسية. دلوقتي احنا رايحين تمبل تاني اللي برضو الهندو لإله اسمه رامان عندهم، هندخل ونشوفه سوا. المعبد ده مخصص للإله راما وزوجته سيتا، واللي بيتقال إنهم عاشوا في المنطقة دي خلال فترة المنفى اللي استمرت 14 سنة. عندهم في الهندوز هم معتقدين انه مات 7 مرات، يعني عاش ومات 7 مرات، عشان كده هم حاطين في التمبل بتاعه 7 غرف مختلفة تبين الحيوات ال7 اللي هو عاشهم. نطلع الدور اللي فوق ده اخر دور يعتبر في المعبد، هنشوف ونكتشف ايه اللي في السطوح. في ارشات كتير قوي بتخليك تشوف المدينة من فوق وتتفرج على جمال الخضرة اللي موجود. فتح لنا دلوقتي المعبد الهندو. المعبد ده مكون 7 مباني، اللي متبقي منهم دلوقتي 4 و3 اتهدوا بسبب العوامل الجوية وخلافه، وهم اتبنوا 7 عشان الفولورز او التابعين للإله بوذا هم اللي سعوا لبناء المعابد دي، واتسمت بأسمائهم وكانت ذكرى وتخليد ليهم ولإيمانهم بالإله بوذا. لو قررت تزور كاتاس راج خد وقتك تتأمل التفاصيل، مليانة أسرار هتبهرك لو ركزت فيها شوية. وما تنساش تستمتع بالمشاهد الطبيعية اللي حواليك، لأن المكان فعلا جنة للتاريخ والطبيعة مع بعض. وافتكر بقى تعمل لي فولو عشان في راوندز كتير جاية قريب.